قلت له تقدر تخرج معها وتشوف مكان محترم وتسلك عليها عشاء، شحال درتها؟ قال لي ما درتهاش. وانت تعرف غير لا 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 ياك عايش مع بنو ادم في الدار، كيفاش ترطب قلبها وهي ضعيفه؟ على بالك هي هذا ما كان هضره ودموع، بصح لو كانت تجيها بالحسنى وتصبر عليها، وكي تكون تصلي تدعي لها، وكي تكون قايم من الليل تذكرها، وكي تدير معروف، كي تخرج المعروف تمدو تقول له يا ربي اسالك بهذه الصدقه اغفر لوالدي، اغفر لي واغفر لوالدي، تذكرها هي، تقول اغفر لي زوجتي، تدعي لها بالهدايه، تذكرها عند ربك، تفرحها بهديه، ماشي شرط هديه كبيره، هديه رمزيه، هذيك الهديه تعرف واش تدير في القلب، تحلو هكذا ينشرح بهديه بسيطه، وانت بهذيك الهديه تكبر في عينها، انت زوجها، وتكبر في عينها. ما كاش واحد رحم الزوجه كرسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما كاش واحد عطف بالمودة على الزوجة كعطف رسول الله ومودته ورحمته بأهله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الليلة في المنبر هذا غيروا العقلية تاعكم مع أزواجكم يرحم والديكم. أخذتم بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شتو الاستقبال اللي راني داير وانا بالسنين هنا وبالخميس؟ والله غير ندخل من 9 نقول للوحدة، والله غير نخرج على 3. 95% بالمشاكل راجل ومرأة، راجل ومرأة، راجل ومرأة، راجل ومرأة. تعرفوا علاه؟ ما قريناش الهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول مع أهله. دخل مرة لقى صفية تبكي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ما يبكيك؟ خاش كان كيشوف النساء تاعو يبكيو صلى الله عليه وسلم لا يتحمل ذلك. يقول لك هذه اللي راهي تبكي لازم نسليها حتى تكف عن البكاء. ما يبكيك يا صفية؟ قال زوجتك عائشة عيرتني، زوجتك الفلانية عايرتني وقالت لي يا ابنة اليهودي، انتي باباك يهودي، وهي من السبايا، من اليهود، من السبايا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أبوك نبي. خاش الأب نتاعها يوصل للصلة بالفاميليا كما نقولوا بالعلم، يوصل إلى هارون. وأخوك وعمك شوف، أبوك نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، فبما تفتخر عليك؟ سبحان الله. فكفت صفية عن البكاء، لا صلت نتبكيش، فرحت. قال باباك كي نجيو نشوفوا في الشجرة نتاعك يوصل إلى هارون خو موسى. سمى عمك شكون؟ عمك موسى، باباها نبي وعمها نبي وهي تحته، يعني زوجها نبي. دارت هذا، لا تبكي، وبما تفتخر عليك؟ اللهم صل وسلم وبارك. الواحدة منهم تشتكي، تقول له يا رسول الله. قل له ما بالك؟ تقول له الوجع. بالك المرأة في الدار كي تكون بها ألم وتحط يدك برك، يا ودي ما نقولكش أنا كون ابن تيمية راه حاجة أخرى، أنت برك غير تحط يدك وتقول بسم الله بسم الله. 70% من العلاج يجي الرحمة. هذيك اليد اللي تحطت، اليد الحانية، الرحمة هذه تشرح القلب، تسولاجيها يقولوا بالفرنسية، تسولاجيها، تترفد معنوياتها. بسم الله بسم الله بسم الله. اقرأ الفاتحة،
أقرأ سورة الإخلاص، أقرأ الفلق، أقرأ الناس. على من راك تقراها؟ على زوجتك، شريكة الحياة، أم أبنائك وبناتك. يطول بيناتكم ربي العشرة. قدر بنت الناس هذه تعيش معك 30 سنة، وقادرة هذه المرأة هذه تعيش معك 40 سنة، وقادر نهار تطيح بك والله ما يلمك غير هذيك المرأة برك. ها بالك برك تعتدي عليها، والله غير تلقاها في الساعة العصيبة. وراو لي واحد الفيديو في العراق، شيخ طاعن في السن خلاص، وكاين هذه في القرآن. يودي بالحارة احنا برك نفوتوا. قال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وش هو أرذل العمر الشيخ رشيد؟ أرذل العمر حاشا وجوهكم تولي ما تقدرش تروح البيت الراحة وتطيح بيك خلاص. هذيك المرأة اللي كنت تحسن إليها وتتودد إليها في هذيك الساعة، العجوز هذيك أنا نشوف الفيديو تقول له: هون عليك يا سيد الرجال. سبحان الله، لا عجوز طعنة في السن والله ما خلاته، قالت له: هون عليك يا سيد الرجال، هون عليك. نشوف فيها تغسل له في كرعيه، تغسل له في وجهه، تغسل له في يديه، وتدمر فيه للسرير باش تهزه. شفت الحرائر واش يديروا؟ وانتم رجال في مجلسكم تحبوا تلعبوها زعما تقولوا وراهم يا وكاين نساء يا شيخ، والله غير كاين نساء ونساء حراير وبنات رجاله ثاني. ها وخطره كنا في المدينه الشيخ ابو بكر الله يرحمه ويسع عليه قاعد يشرح الطيبات للطيبين الخبيثون للخبيثين. ناض واحد قال له: يا شيخ وراهم هذو الطيبات؟ الشيخ ربي يرحمه جاوبه بواحد الجواب، قال له: ما كانش طيبات. قال له: ما كانش طيبين، لخاطر ربي قال: الطيبات لمن؟ للطيبين. وكاين بنات الرجال وحراير ونتاع دار ونتاع عنيف ونتاع شرف ونتاع حياء ونتاع كلمة. غير برك انت المشكل راه فيك انت، وتبغي تعنفني ما تسمع ليش، هذا شغلك. المشكل راه فيك انت. احسن اليها. ان النفوس جبلت على حب من احسن اليها. سبحان الله. وجيت زوجتك ماشي تلمت من زوجتك، وعشرة ومودة. هذا القرآن يحب السمو. وش معناتها السمو؟ يحب الناس اللي يطلعوا. شوف العشرة هذه لو يقدر الله أسأل الله أن يجمع الشمل تاع المسلمين والأسر نتاعهم. لو كان يقدر ربي عشت مدة معها ثم وقع الطلاق، إذا وقع الطلاق بالك برك تذكر هذيك المرأة في مجالس الرجال، وبالك أنت راجل ياك، بالك برك تذكر عيوبها عند الرجالة في القهوة. اللي يدير هذا أنا عندي أنا الشيخ رشيد بن عطاء الله إمام مسجد عمر، أنا عندي هذا موش راجل. اللي يذكر عيوب مرته للرجالة في القهاوي والنوادي والشوارع وفي الخدمة هذا موش راجل. ومن تمام الرجولة سر دارك مردوم في البير. وانتي أختي الكريمة اللي راح يوصلك هذا الخطاب، من تمام الأنوثة نتاعك وكمالك عند ربي السر نتاع دارك مردوم في البير. ونهار يكون الخلاف ما تخرجوش بضاعتكم البرة، الغسيل هذاك اغسلوه في الدار، ليس إلا اللهم شفنا واحد صالح وأمين جبناه يهدي للخير، نعم، من غير هذا فلا.
إذا وقع الطلاق القرآن شوف قال ولا تنسوا الفضل بينكم. كانت بيناتكم عشرة، طلقتها 4 ذراري 20 سنة، ما تسبهاش وما تقولش فيها وعليها وشينا ودرت، لا تقل هذا. تعرف واش دير؟ لا تنسوا الفضل بينكم. قل والله غير ما شاء الله قدر الله ما شاء فعل، فصلنا. ونعرف واحد التراس راه قاعد هنا، راجل يا خويا وجابت المرأة، راجل جابت المرأة، ساءت العشرة، يلا غالب حاول ما كانش، وصلوا للطلاق. والله غير جابتك امك يا خويا فريد، وربي ان شاء الله يرفع مقامك ويعلي شانك. كابا لم فيها شويه، ملقاش شويه برك، ودار الفيستا وقال لها الله يفرقنا من غير ذنوب. ما نسبك، ما نقول لك الله يفرقنا من غير ذنوب. وما زال للآن قال هذو بناتي وهذو أبنائي وهذيك يماهم، والدار خلاها لها. وينفق الآن كي تحب تنفق. قبل ما تجيب لنا احنا النفقة للجامع نعطوها للفقراء، نفق على أولادك، نفق على بناتك، ونفق على هذيك المطلقة وأحسن إليها. تعرف علاش؟ لأن هذا من مزايا ومحاسن دين الإسلام. وكي تكون عندك زكاة تحب تمدها، قبل ما تجيبها وتقول لي شيخ رشيد ونفرقوها، هاي اختك ليه مغبونة، هاي هذيك اختك بنت امك، هاي ليه، ها اخوك ليه، ها وعمك مسكين عنده 7 وما هوش لاحق، روح للقرابة اعطيهم الزكاة، تتحوس تروح لهي خلاص، وما عندك رعيك هنا.